بص يا عم، انا مثلا لو هتكلم باراجراف عن الهوم. هوم يعني ايه؟ بيت. طلع من الهوم ده، البيت فيه ايه؟ اكتب لكم بالعربي ولا بالانجليزي؟ البيت فيه مطبخ، كيتشن. البيت فيه حمام، بس روم. البيت فيه غرفة معيشة، ليفينج روم. البيت فيه أوضة نوم، غرفة النوم، بيد روم. حلو حلو. كيتشن، المطبخ ده فيه ايه؟ مش فيه تلاجة؟ وفيه بوتاجاز، وفيه فرن، وفيه أكل. احنا بنعمل ايه في المطبخ ده؟ بنطبخ فيه، ممكن نكون بناكل فيه، جوه كتير جدا. بس روم. الحمام فيه ايه؟ مش فيه دش، مش فيه بانيو. انت مش بتغسل في وشك، بتغسل فيه اسنانك وبتستحمى فيه، ما بتعملش في حاجه تاني. بس هو ده، بس هو ده بس اللي بتعمله في الحمام. في الحمام ولا تعمله في الحمام. ليفينج روم، حجره المعيشه. حجره المعيشه، في حجره المعيشه تتفرج على التلفزيون، تقعد مع عيلتك في ساعه، في ترابيزه، مش عارف في ايه وايه وايه، كذلك هنا. طب ممكن تطلع من دول يجي 300 جمله. بدل البراجراف اللي عايز منك 120 كلمة ممكن تكتب له 120 جملة. ليه بقى؟ عملت حاجة اسمها برين ستورم. برين ستورم هو العصف الذهني، استثارة الأفكار عندي. أنا لما يديني موضوع زي ده، أنا ما بعترفش بالكلام ده. ما بعترفش أنا أي حاجة، طلع الأمانة. أصل كل موقف يا عم حصل ليا فيه مع الأمانة. أحكي قصة، أنا في مرة اديت لصاحبي فلوس وصاحبي ده اداها لي، دي أمانة وتمشي في البراجراف وتبقى صح. هو البراجراف مش بيعد كلمات ولا بيبص على شكل البراجراف، على التنسيق بتاعه، ان انت تسيب هنا سبيس في اول الكلام. انت في حاجه اسمها من كلمات علامات الترقيم، النقطه، الكوما، اول حرف كابيتال. الحاجات دي مهمه. بيبص على السبيلنج بتاع الكلمات، يعني ما تكتبليش كلمه وين كده غلط، تكتبها صح. بيبص على الجرامر. يعني مثلا يقول لك there is love، ما قولش there love، لازم فيه جرامر. بيبص على سياق الكلام، هو بيطلع الاخطاء من عندك. يعني هتكتب جملتين صح احسن ما تكتب خمسه غلط. طبعا وانت عارف بتجيب البراجراف منين؟ كل البراجرافات المتوقعه اللي ممكن تيجي في الامتحان، واحد من دول هيجي منهم في الامتحان.